الشتا والجو البرد اللي احنا فيه ده بيحب السقسق. عشان كده بقى عملتلكوا بسكوت الشاي الاقتصادي في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، بدون بيض ولا حليب ولا حتى زبدة ولا سمنة ولا مضرب كهربائي. هتعملي كده في 3 دقايق وانت واقفة، بكوبايتين بس من الدقيق ونص كوباية من السكر وربع كوباية زيت. هتعملي احلى بسكوت للشاي، حاجة كده تحفة ولذيذة وهشة وخفيفة وطعمها في منتهى الجمال. يلا بقى بسرعة جهزوا كوباية الشاي بتاعتكم وجايلكوا بالبسكوتة على طول. اظن المنظر اللي انتوا شايفينه ده كفيل يثبت لكم ان البسكوتة دي هشة وخفيفة جدا ومقرمشة، وكمان طعمها في منتهى الجمال ولونها تحفة كده زي ما انتوا شايفين. يلا بقى نسمي بالله كده ونجيب شفشق الخلاط بتاعنا. واول حاجة كده عندي نص كوباية من المية او نص كوباية من العصير البرتقان الفريش بدون اي اضافات، معلقة كبيرة من بشر البرتقان او قشرة برتقانة كده. بعد كده بقى هنزود الطعم بتاع البسكوت بتاعنا بكيس فروتي او معلقة كبيرة من التانج. بعد كده عندنا ربع كوباية من الزيت زي ما انتوا شايفين كده، ممكن تضيفوا فانيليا ممكن لا على حسب ما انتوا عايزين. بعد كده رشة صغيرة جدا من الملح. وبعد كده عندي هنا كوبايتين كبار من الدقيق بنفس معيار الكوباية اللي عيرت بيها المية، كل المقادير هعاير بيها كوباية واحدة. نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هاخد الدقيق بتاعي لازم انخله نخلتين كده وهضيف عليه البيكنج باودر نص معلقة صغيرة ممسوحة، ما تكتروش عن كده عشان البسكوت ما ينفش معاكوا قوي. تمام. هكون انا ضربت المكونات بتاعت اللي هي السائلة في الخلاط كده زي ما انتوا شايفين، لونها بيبقى اصفر كده وشكلها وطعمها وريحتها حاجة كده تحفة بجد. اقلبها بالمعلقة كده زي ما انتوا شايفين لحد ما القوام يتماسك معايا. الكمية دي هتاخد كوبايتين بالظبط من الدقيق، لو حابة تضعف الكمية بجد يعني حاجة تحفة، فضعف الكمية على مسؤوليتي. طعمه في منتهى الجمال، احلى من البسكوت الشاي الجاهز كمان. ده قوام العجينة بقت جاهزة معايا اهو. انا هقول لكم المقادير. لو حابة تضعف الكمية هتبقى كوباية من المية او كوباية من عصير البرتقال الفريش زي ما قلت لكم، بشر برتقانة كبيرة، وكمان كيس فروتي او معلقة كبيرة من التانج، نص كوباية من الزيت وكوباية من السكر. هنضربهم مع بعض كويس جدا في الخلاط، وهنكون مجهزين 4 كوبايات من الدقيق ونضيف عليهم معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر. نقلبهم كويس جدا مع بعض، وبعد كده ننزل بالمواد السائلة على المواد الجافة. تمام. وبس كده هنقلبهم مع بعض. مجرد تقليب المكونات تختلط ببعضها وهتبقى قوامها زي ما وريتها لكم كده. هسيبها بس تريح حوالي 5 دقايق، وبعد كده هنجيب كيس بلاستيك اللي هو الاكياس بتاعة التلاجة، نحط تحت العجينة كده كيس ومن فوق كيس، ونفرد بالقطاعة كده زي ما شفتوا. هنجيب اي قطاعة عندنا، ممكن كمان بكوباية ستانلس كده تقطعي بيها لو ما عندكيش القطاعات بتاعة البسكوت دي. اي قطعه موجوده عندك ممكن تقطعها بيها، ما عندكيش قطعه خالص ممكن تسويها بالسكينه كده وتعمليها بالشوكه، وبعد كده تقطعيها برضو بالسكينه على حسب ما الموجود ما عندك. ممكن كمان تعمليها دوائر صغيره كده وتبططيها على ايدك وتحطيها في الصينيه. اي حاجه موجوده عندك ممكن تعمليها بيها، ما توقفيش نفسك. بجد بسكوت سهل جدا. انا قسمت العجينه على 3 قطع كده زي ما انتوا شايفين، انا او على قطعتين على حسب الكميه اللي معاك، وبعد كده فردتها على اكياس بلاستيك بتاعه التلاجة كده زي ما شفنا بالفرادة او بالمردانة كده، وابتديت ان انا اقطعها بالقطاعة بتاع البسكوت اللي انتوا شايفينها دي، او اي قطعة موجودة عندك. لو هتقطعها بقطعة البسكوت دي لازم تغمسيها في الدقيق كده عشان تتقطع معاكي بسهولة. قطعها كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده بشيل الزيادات بتاعة العجين وبرجع اعملها بنفس الطريقة تاني، يعني بكورها في بعضها كده وبفردها تاني وبرجع اقطعها وهكذا لحد ما اخلص الكمية كلها. حرفيا مش هياخد منك تجهيز 5 دقايق، سهل جدا وسريع. اهم حاجة السمك بتاع البسكوتة ما يبقاش تخين، لان لو سمك البسكوتة تخين هيطلع معاكي عامل زي الكيكة او هيطلع طري. فاحنا عايزينه عشان يبقى هش ومقرمش لازم يكون السمك البسكوتة رقيق جدا خلاص، عشان يبقى هش وخفيف معاكي ومقرمش زي ما شفتوه معايا كده في بداية الفيديو. خلاص كده بظبط البسكوتة بتاعتي وبحطها في صينية مش مدهونة اي حاجة. خلاص زي ما انتوا شايفين كده رص البسكوت جنب بعضه كده. بكون شغالة الفرن بتاعي على درجة حرارة 170، بيبقى ساخن قبلها بحوالي 5 دقايق. بيدخل فرن ساخن مسبقا زي ما قلتلكوا قبلها ب5 دقايق.
عشان يبقى درجة حرارة مظبوطة. بشغل الفرن من تحت بس في الأول، أول لما ياخد لون كده ببتدي أشغل الشواية ياخد لون من فوق واخرجه على طول. وقبل ما ادخله الفرن لازم اعمل الحركة بتاعة الشوكة دي عشان البسكوت ما ينفخش معايا. خلاص بالشوكة كده زي ما انتوا شايفين او بخلة ابتدي اعمل فيه الفراغات دي عشان ياخد نفس الشكل بتاع البسكوت بتاع الشاي، وكمان ما ينفخش معايا في الفرن، ما يبقاش عامل زي الكيكة يعني. خلاص كده هدخله الفرن وهيطلع معايا، مش هياخد معايا دقيقتين وهيطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس كده بيطلع معاكي هش وخفيف ومقرمش. اول ما يطلع من الفرن بتسيبيه حوالي دقيقة وبعد كده بتبتدي تحركيه كده وهيطلع معاكي بالجمال ده. جهزي بقى كوباية الشاي بحليب بتاعتك او الشاي واستمتعي باحلى بسكوت هش وخفيف جدا ومقرمش ولذيذ واقتصادي في نفس الوقت، بدون سمنة ولا زبدة ولا بيض ولا حليب. عملنا احلى بسكوت وكمية كبيرة، يعني الكمية دي ما شاء الله عملت لي صينيتين من دول، كمية كبيرة جدا وكمان موفر واقتصادي. شايفين الهشاشة اللي جوه البسكوت عاملة ازاي ومقرمشة جدا، طعمه في منتهى الجمال. جربوه بجد هيعجبكم جدا جدا وهيعجب الولاد، هيطلبوا منك كل يوم. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.